في عز الشتاء ام محمد جالها برد شديد وكان جسمها كله متكسر ورشح وسخونيه خفيفه وحاسه انها مش قادره تقوم من السرير. عيالها كانوا قلقانين عليها جدا وجوزها قال لها يا ام محمد لازم تاخدي بالك من نفسك كويس، البرد ده ممكن يتعبك اكتر. ام محمد زيها زي اي ام مصريه كانت مفكره ان دور البرد بيخف لوحده تلقائي، بس المره دي كانت تعبانه بزياده. محمد راح جري على الصيدليه وسال الصيدلي عن الاعراض اللي بتحس بيها والدته. الصيدلي رد عليه قال له يا محمد البرد ده فيروسي ومفيش دواء بيقضي عليه، ولكن في ادويه بتخفف الاعراض. فراح مديله دواء للسخونيه ودواء للبرد وحاجه لتكسير العظام، ونصحه ان ام محمد لازم ترتاح كويس جدا وتشرب سوائل دافيه على قد ما تقدر زي شوربه بالفراخ او الليمون بالعسل. وقال له يا محمد لو السخونيه زادت او الكحه بقت شديده لازم تروح للدكتور. ام محمد عملت بنصايح الصيدلي اللي قالها لابنها ونامت وارتاحت وشربت السوائل الدافيه وبدات تحس ان هي احسن بكتير بعد يومين. ومن اليوم ده ام محمد عرفت ان الصيدلي يقدر يساعدها في ان هي تخف من اعراض البرد وتقدر تعدي منه بسلام.